يا هلا ونادي حلوين، أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في قرية هادية وطيبة كان فيه ولد اسمه كريم. كريم كان عنده أوضة مليانة لعب، عربية وسكوتر ومكعبات وحتى روبوت بيتكلم. بس رغم كل ده كان دايما حاسس إن في حاجة ناقصاه. في نفس الشارع كان في ولد اسمه زياد. زياد ما كانش عنده لعب كتير، لكن كان عنده أختين بيحبوه جدا، وكل يوم بيلعبوا معاهم وبيضحكوا من قلبهم. في يوم راح كريم يزور زياد. أول ما دخل بيته قال: هو أنت عندك لعبتين بس؟ ضحك زياد وقال: بس عندي أختي منى وأختي جنى، كل يوم بنلعبوا مع بعض ونخترعوا ألعاب جديدة. وانت بتلعب مع مين؟ سكت كريم وفكر، هو فعلا عنده لعب كتير، بس دايما بيلعب لوحده وبيبقى زهكان. رجع كريم البيت وبص على ألعابه وقال: يمكن مش مهم عدد اللعب، المهم قلبي فرحان. ومن يومها بقى يشارك ألعابه مع قرايبه، وبدأ يدور على حاجات تفرح قلبه مش بس عينه. يا ولاد، ساعات بنفتكر إن اللي عند غيرنا أحسن، بس ننسى إن كل واحد فينا عنده نعم مختلفة. اللي عنده حاجة مش لازم يكون سعيد بيها لوحدها، واللي ناقصه حاجة أكيد عنده حاجة تانية أغلى منها بكتير. الرضا بيخلي القلب مرتاح، والمشاركة بتخلي كل حاجة أحلى. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.